العصير اللي انا عملته يا جماعه انجازاتي. اظن انتوا عرفتوا انا بحب العصاير قد ايه. Please, 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 don't bring me to tears. 2 hours later. تعالوا يا جماعه اوريكم المرايه العسل بتاعتي. بصوا فيها جليتر كده وقلوب اهي. هنا عادي المكان بتاعها التاني طار. بصوا بقى، اول حاجه هستخدم جل الصبور ده، شايفينه للترطيب عشان اثبت الريحه اللي انا هحطها او المخمريه او اي ريحه انا عايزه اثبتها. تمام. في برضو جونسون او على منطقه النقد عشان دي اللي هثبت عليها الريحه. كده بعديها ميكس مخمريه، المخمريه دي تمام، ريحتها يا جماعه حلوه قوي. برضو كده على اماكن النبض زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى احط مسك وريتهولكم قبل كده، اسمه مسك الكاندي. بصوا بعد ما حطيت المخمريه بقى احط ايه المسك برضو. الميكس ده يا جماعه تحفه. الايس كريم المانجا اهو يا جماعه، ده الطبق بتاعي. نايس. بما ان انا طباخه جميله وبعمل حلويات جميله وانا جميله تمام، سر الايس كريم يطلع حلو. مانجا ما كتروش المانجا، كتروا الزبادي. الزبادي في الايس كريم بيخليه تحفه. عارفه ان السلسله الجديده اللي انا بداتها في القناه دي اللي انا هكلمكم عنها دلوقتي بداتها متاخر او بعد ما خلاص الشتاء داخله، ولكن هلحق الكام يوم اللي فاضلين من الصيف وكده. بصوا هي فكرة الفلوجات، هحاول ان انا احسسكم بجو الصيف اكتر والبحر، وان انتوا تدخلوا الفلوج تحسوا ان انتوا في الصيف، يعني تحسوا بالجو ده تمام. وفي نفس الوقت برضو السلسلة تانية لما يبتدي الشتاء اسمها الفلوجات الشتوية، او يعني مثلا يوم ممطر او يوم حاجة زي كده، برضو ده هيبقى وقت الشتاء عشان تحسوا برضو باجواء الشتاء وكده. بتمنى يعجبكم النوع ده من الفيديوهات وبس كده. اصور لكم الروتين، هو مش اليومي عشان السيرم اللي انا هستخدمه النهارده ده بحطه تقريبا مره في الاسبوع او مرتين بالكتير قوي. فاول حاجه هغسل وشي بالصابونه بتاعه الوش وافصل الوش. بعد كده بقى دلوقتي هستخدم سيرم بالريتينول. انا لسه بقالي فتره يا جماعه بستخدمه، فمعرفش هو فيه فيتامين بي 3 وفيتامين اي وهيرونيك اسيد، كل ده بيعالج يعني مشاكل البشره وكده. بس انا شايفه نتيجه حلوه يعني. طب بقى المفروض ان انا بحط كده يعني حاجه بسيطه بس. Have a great evening.